تعالي اقولك على اكتر طريقة امنة عشان تعملي تان اللي هو اصلا غلط. باختصار تعالي نشوف اشعة الشمس دي عاملة ازاي. اشعة الشمس دي UVA اللي هي ايجينج، حرف الاي يعني ايجينج يعني تجاعيد، بي يعني بيرنينج يعني الحرق اللي هو التان. الاي بتعمل تجاعيد لان الاشعة دي طويلة فبتخش لاكتر طبقة جوه في الجلد، عشان كده بتكسر خلايا الكولاجين. الشمس لما بتيجي بالذات اليو في اي على الجلد بتحفز انزيم اسمه MMP، ده مسؤول عن تدمير خلايا الكولاجين والالاستين اللي في الجلد، فبتعمل التجاعيد والخطوط. لو انتقلنا الناحيه الثانيه لليو في بي، اليو في بي دي اللي هي البرنينج، مسؤوله عن الحرق يعني. طب يعني ايه حرق؟ عشان كده هي الاشعه قصيره بتيجي على طبقه الجلد من بره فبتعمل الحرق، بتعمل اللون اللي هو التان. طيب هل ده مضر؟ طبعا مضر، لان مع كتر التعرض ليه بيعمل كانسر في الجلد. طب ده معناه ان اليو في بي دي مضره بس مش مفيده خالص؟ لا طبعا مفيده جدا كمان. ليه؟ لان هي اصلا اللي بتدي الطاقه للجلد انه يصنع فيتامين دي، فعشان كده مفيده. بس مش معنى انها مفيده ان انا افضل قاعد فيها طول النهار، لان هو ده الغلط بجد. والتان على فكره اللي انتوا فاكرينه لون وفاكرينه حاجه حلوه، ده اكتر حاجه خطر. انتوا عارفين التان ده اصلا ايه؟ ده خطة الدفاع بتاعة الجلد للجسم ضد الشمس. يعني من الآخر التان ده بيحصل علشان يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة اللي هي أصلا بتعمل كل المصايب في الجسم، اللي هي بتعمل كانسر. عشان كده بنقول يا جماعة بلاش تان كتير، بلاش تان كتير، بلاش تان كتير، مضر مضر مضر. طب ده معناه ان احنا عندنا مرحلتين هنخش عليهم بعد كده، اللي هي مرحلة الوقاية ومرحلة العلاج. الوقاية هنا بتيجي عن طريق الصن بلوك والصن سكرين ومضادات التجاعيد. تاني مرحلة اللي هي مرحلة العلاج. مرحلة العلاج دي بتيجي عن طريق حاجتين. أول حاجة العلاج من التصبغ الزايد اللي حصل للجلد، وده بيجي في صورة غير الغمقان بقع في الجلد. تاني حاجة مرحلة العلاج من الخطوط اللي حصلت والتجاعيد اللي حصلت. تعالوا نشوف هو ايه الفرق ما بين الصن بلوك الصن سكرين اللي موجودين. ليه احنا بنقول هنا صن سكرين وهنا بنقول صن بلوك؟ الصن بلوك ده للاطفال مش للكبار، الصن سكرين هو للناس الكبيره. الفرق ما بينهم ببساطه جدا في التركيبه بتاعته. لو خدتوا بالكم ان الاطفال كلها لما بتيجي تحط الصن بلوك بتاعها بيبقى لونهم ابيض. ليه؟ لان الماده اللي فيه اللي هي الزنك اوكسايد دي اصلا الماده اللي موجوده في كريم الحفاضات. يعني الكريم بتاع البامبرز بتاع غيار الاطفال هو فيه نفس الماده اللي موجوده في الصن بلوك، لان هي بتعمل بلوك، بتمنع دخول أشعة الشمس للجلد أصلا علشان الأشعة مضرة، وانتوا بتروحوا تقعدوا فيها طول النهار. اللي أهم من كده إن الصن سكرين للكبار هل ما ينفعش للأطفال؟ لا ما ينفعش للأطفال، لأن الصن سكرين بيعدي الأشعة بتاعت الشمس بس بيعمل لها فلتريشن، بيعمل لها مرحلة فلترة. عشان كده بنقول إن الصن سكرين ما ينفعش للأطفال، بس العكس ينفع. يعني ممكن تستخدمي الصن بلوك ليكي لو انت حد كبير. وهنا بيجي اهم سؤال، لما اجي اختار السان سكرين اجيب انهي؟ اجيب ال30 اجيب ال80 ولا اجيب ال50 ولا اجيب ال100؟ لا انا هجيب ال100 لان ال100 اقوى. انتوا عارفين الفرق ما بين ال30 وال50 وال80 وال100 قد ايه؟ ال30 93% حماية. لو هنتكلم عن ال50 وال80 وال100 الفرق ما بينهم هما التلاتة بنتكلم 97%، 98%، 99%. فما تحبكيهاش وتمسكي في 100%. هو ده اسم، هو بيقولك 100 بس هو ما بيديش حماية 100. وانتوا بتختاروا اللي تلاقيه موجود او متاح استخدميه، الفرق ما بينهم مش كبير. اللي اهم في الاختيار في الصن سكرين في حاجتين، اول حاجة التركيبة والاستخدام. انا النهارده لما باجي استخدم الصن سكرين هل انا استخدمه لاستخدامي اليومي علشان احمي البشره سواء صيف او شتاء، ولا استخدمه عشان المصيف بس؟ لو عشان المصيف بس مش هدقق معاكي قوي في الماده نفسها، مش الماده، التركيبه او المستحضر نفسه عباره عن ايه، كريم ولا لوشن ولا سبراي. ده احنا بندقق فيه في حته الروتين اليومي بتاع البشره. يعني لو انت واحده مثلا بشرتك دهنيه مش هينفع تروحي تجيبي كريم صن سكرين، ما ينفعش، غلط. لو انت بشرتك دهنيه بتستخدمي يا الجل يا السبراي. فكل واحد حسب نوع بشرته يستخدم الفورمولا بتاعه الصن سكرين المناسبه ليه. ليه ما بندققش عليها في الصيف؟ لان هو بيبقى الاستخدام
مش يومي، يعني انت بتحطي الصبح مش هتبقي منتظمة عليه لما هترجعي، انت بتاخديه بس علشان غرض المصيف. بنيجي للمرحلة اللي بعديها في الاختيار، هو ووتر بروف ولا ووتر ريزيستنت. لازم نعرف الفرق. وبالمناسبة منظمة الصحة العالمية لغت فكرة الووتر بروف أصلا. ليه؟ ببساطة شديدة جدا، هو الفرق ما بين الاتنين ايه؟ الووتر بروف والووتر ريزيستنت. الووتر ريزيستنت بيحمي الجلد من المية المتواصلة لمدة 40 دقيقة، يعني أنا بحط السان سكرين وانزل المية، فلو قعدت 40 دقيقة في المية هو ووتر ريزيستنت معايا. طب الووتر بروف 80 دقيقة. منظمة الصحة لغت فكرة ال 80 دقيقة أو الووتر بروف لأن هي بتقول إن الجلد بطبيعته بيعرق، فهو اصلا بيتعرض لفكره ان في ميه كتيره وفي افرازات طالعه من الجلد، فعشان كده لغوا فكره الووتر بروف، لان هو بقى خلاص كل ووتر ريزيستنت، ومحدش هيلاقي كلمه ووتر بروف مكتوبه على الازايز بتاعه او عبوات عامه السان سكرين، لان ببساطه شديده جدا الجلد بيطلع افرازات، فزيه زي التعرض الدائم للميه لمده 80 دقيقه، فعشان كده كله بقى ووتر ريزيستنت، فمش هتفرق، الاتنين ينفعوا، بس انت مش هتلاقي الووتر بروف اصلا. بس نسيت اقولك على حاجه، لو انت هتستخدمي السان سكرين ده في روتينك اليومي لازم نركز في حاجه، هل انت من الناس اللي بتحط ميك اب ولا الناس اللي بتنزل من غير ميك اب؟ لسبب، لان هو ليه ترتيب. لو احنا هنتكلم بنغسل الوش وبعد كده بنحط الروتين بتاع الجلد بتاعنا او السكين روتين بتاعنا، نستنى 10 دقايق ونحط السان سكرين، ونستنى 10 دقايق ونحط الميك اب، او نشيله قبل الميك اب وبعد الميك اب نرش السان سكرين السبراي. ده معناه ان انا لازم امشي بيه في الشنطه لو انت شغلك اصلا بره او انت نازله اليوم كله، لان السان سكرين لازم يتجدد كل ساعتين على البشره، ده لو احنا بنتكلم على استخدامه اليومي. تاني مرحله من مرحله الوقايه من الشمس غير السان سكرين حاجه مهمه جدا، اللي هي مضادات الاكسده. دي مهمه جدا جدا جدا، لان مضادات الاكسده دي هي اللي بتخلي الجلد ما يحصلوش العجز، وفي نفس الوقت بيحمي الجلد من انزيم الام ام بي. الانزيم ده يا جماعه محدش مركز معاه خالص، وده من اسباب الرئيسيه للعجز والتجاعيد بتاعه الجلد، لانه بيدمر خلايا الكولاجين والالاستين بتاعه الجلد اصلا. فلازم يبقى في روتيني اليومي مضاد اكسده، سواء بقى هدهنه او سواء هاخده بالبق. اقول لك على حاجه بسيطه جدا، لو انت محتاره تستخدمي ايه مضاد اكسده للبشره، هاتي باكيت شاي اخضر وحطيه في ميه وسيبيه ساعتين، وبعد كده رشي الميه دي على وشك. الشاي الاخضر لوحده هو مضاد اكسده. اللي اهم من ده كله ان الشاي الاخضر فيه ماده كده هي اللي بتوقف شغل الانزيم اللي بيدمر خلايا الكولاجين والالاستين، ودي حاجه رخيصه وفي المتناول واي حد يقدر يعملها. نيجي بقى لمرحله العلاج. مرحلة العلاج زي ما قلنا هي مرحلتين، التصبغ الزايد والتجاعيد. لو هنشتغل على التصبغ الزايد فهو أنواع كتير قوي، يعني انتوا بتلاقوا كريمات تفتيح كتيرة جدا في السوق. الكريمات دي كلها بتشتغل بطرق مختلفة، مش هصدعكم بيها قوي، بس المهم ان احنا نبقى عارفين لو هنتكلم على التصبغ الزايد عندنا حاجتين اساسيين، يا هشتغل على الجلد من بره وهنا بشتغل على المقشرات بتاعت الجلد، او هشتغل على التصبغ بتاع الجلد من جوه، وده ليه كذا طريقة. ممكن احنا نستخدم بدل الكريمات الغالية اللي الناس بتستغلاها وبتستخدمها يوميا، نشتغل بالخيار، نشتغل بالشاي الاخضر، او نشتغل بحاجة سهلة جدا وتبقى في يومنا كل يوم بالليل قبل ما ننام بساعة، اللي هو الفيتامين سي، وده بيشتغل بطريقة سهلة جدا، بيمنع تحويلة كده، فبيخلي التصبغ الزايد ما يبقاش زايد. تاني حاجة في العلاج التجاعيد، بالنسبة للتجاعيد اللي بتحصل عن طريق الشمس، وأول حاجة لازم بقولها دايما وركزي فيها، تجاعيد يعني ترطيب، يعني نهتم بترطيب البشرة، مش على قد ما نقدر، هو لازم نهتم بترطيب البشرة طول اليوم، سواء بقى صبح بالليل ظهر في أي وقت، لازم وشك اتغسل، لازم ترطبي. في الشتاء الجفاف بيزيد عشان المية بتقل، فلازم ناخد بالنا ان احنا نزود المرطبات بتاعة الجلد زيادة عن اللزوم شوية. وهنا برضو بيجي اهم نقطة، ان انا لازم اشوف نوع جلدي علشان اشوف المرطب بتاعه ايه. مش معنى ان انا جلدي دهني يبقى انا مش هرطب، لا بالعكس، انا ممكن استخدم مرطبات مخصوصة للبشرة الدهنية، ومن اهمها الحاجات اللي بتبقى جل، دي بتبقى اكتر للبشرة الدهنية، بس مش اي جل،
عشان في جل بيبقى متصنع بطريقة تقيلة شوية، فللأسف ما ينفعش مع البشرة الدهنية. مرحلة العلاج بتكمل معانا في التقشير بالنسبة للألفا هيدروكسي أسيدز أو الريتينول أو الفيتامين سي، بيقشر بس بطريقة بسيطة. وعندنا مضادات أكسدة ودي سهلة قوي، موجودة في الفيتامين إي وده موجود في السوق ومليان، فأي حد يلاقي فيتامين إي ده انتوا عندكم حتى الكبسولات بتاعت الفيتامين إي نقطعها ونفضيها على البشرة قبل ما ننام كل يوم بساعة، وكده يبقى احنا عملنا مضاد أكسدة سهل ورخيص وفي متناول الإيد. ونيجي هنا عند آخر نقطة وهي الفيلر. طبعا كل واحد هيسمع الفيلر يعني هو فاكر ان انا بقول له هتنزل تحقن. لا انت هتنزلي تحقني ولا انت، لان في رجاله بتحقن. يبقى احنا ناخد الفيلر. الفيلر هنا هيجي دوره في الهالورونيك اسيد، لان الهالورونيك اسيد هو الفيلر، بس الفرق ان الفيلر بتاع الحقن عباره عن جل بيخش تحت الجلد هالورونيك اسيد. هنا بنشتغل على الفيلر بس الخارجي، يعني الهالورونيك اسيد سواء كان سيرم او جل او دهان. بس اللي اهم من ده كله ان الهالورونيك اسيد عشان يشتغل اصلا لازم الجلد يبقى مترطب. فانا بقول للناس بسهوله جدا مترطب بايه؟ بميه. نجيب يا جماعه الميه الحراري مغرقه السوق سبراي، او لو مش عايزه تجيب الميه الحراريه هاتي ميه وحطيها في سبراي ورشيه على وشك، وبعد كده حطي الفيلر اللي هو الهالورونيك اسيد. ليه؟ عشان هو بيشتغل انه بيسحب الميه وبيحطها جوه الجلد، دي طريقه ترطيبه. وعلى فكره الفيلر بتاع الحقن بيشتغل بنفس الطريقه، مش معنى انك حقنتي فالفيلر هيقعد معاكي العمر. هم اللي بيبوظ بسرعه ليه وبتروحوا كل شهرين تحقنوا؟ غير ان السجاير بتبوظ، غير ان انت ما بتشربيش ميه، والفيلر ما بيشتغلش او الهالورونيك اسيد ما بيشتغلش غير بالميه. زي ما العربيه ما بتشتغلش غير بالبنزين، بنزين الهالورونيك اسيد الميه. زودي ميه الفيلر يشتغل والهالورونيك اسيد يشتغل. الهالورونيك اسيد بيسحب 1000 حجمه ميه، طب لو مفيش ميه هيسحب 1000 حجمه ايه؟ يبقى مش هيشتغل. في الاخر حابب اقولك على حاجه سهله، يومك بقى يبقى عامل ازاي؟ تصحي من النوم غسيل مظبوط، السان سكرين ده من الاساسيات ما ينفعش يبقى مش موجود، الهالورونيك اسيد من الاساسيات لو انت مش عايزه تزعجي دماغك بحاجات كتير، والفيتامين سي من الاساسيات بالليل قبل النوم. يبقى انت معاكي 3 حاجات، سان سكرين الصبح، هتحطي الثيرمال ووتر او الميه وتحطي الهالورونيك اسيد، وتيجي بالليل وتحطي الفيتامين سي كمضاد اكسده وتفتيح في نفس الوقت.